أول حاجة أنا حابة أعرفها، هل طفل زراعة القوقعة بعد العملية بيحتاج تأهيل؟ طيب هو كده عمل العملية، مش المفروض بيخرج هيسمع؟ المفروض ان هو خلاص كده عمل العملية وبقى كويس وبقى تمام. ايه اللي بيحتاجه الطفل بعد العملية؟ ده اللي انا عاوز اعرفه. دي اكتر حاجة او اكتر فكرة مغلوطة عند الامهات او عند اولياء الامور، هم يعني اولياء الامور متخيلين ان هو بعد زراعة القوقعة مباشرة وان الطفل باب العملية باب العمليات هيتفتح والطفل يطلع يسمع مباشرة. هو الحاسة السمعية او القوقعة نفسها اتزرعت ودلوقتي قابلة ان الطفل يسمع، ولكن تخيل طفل وليكن عمره لا يتخطى ال5 سنوات او بقاله 4 سنين عايش حياته بدون سمع، ما عندوش الحد الادنى من الحاجات اللي اتعود عليها او اي طفل اتعود عليها من صغره، من فترة الميلاد حتى عمر ال4 سنوات ما مرتش عليه خالص. فتخيل بقى كل ده ما مرش عليه، يا دوب هو الحس السمعي بتاعه بدأ يشتغل ولكن ما عندوش اي حاجات او اي حاجة تشتغل او تشغل الحس السمعي ده للغة بتاعته.